وأستحضر هنا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر حسادنا. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله الإنسان يقف حائر أمام المنطق اللي يتحدثوا به العياشة وعبيد المخزن، فمهما تطرح لهم من حقائق حتى من إعلامهم ومن مراجعهم ومن شخصياتهم الإعلامية أو السياسية، فأمام عجزهم عن رد بالحجة أو تفنيد ما نطرحه، وبكل بساطة يرد عليك رد تافه ساذج أنكم حاسديننا. يا ولدي، علاش نحسدكم وهو عندكم شيء اللي تحسدوا عليه؟ هيا طلع شوفوا طلع على واش نحسدكم. نحسدكم على ركوعكم لغير الله، نحسدكم على احتلال الإسبان لأراضيكم واستباحتهم لأعراضكم بمزارع الفراز، نحسدكم على ملك سكير مثلي مصاص دماء سيرته يعرفها كل العالم، نحسدكم على الكريانات اللي يسكنها ثلث الشعب المغربي، نحسدكم على كرارس الأحمرة الكريطة كما يقولها الأخوة التوانسة والتكاتك اللي مازال تغزو شوارع أكبر المدن تاعكم، نحسدكم على امتهان نسائكم وأبنائكم وحتى أطفالكم الدعارة وتبجح البرلمانيين نتاعكم بأنها تساهم في ميزانية الدولة، نحسدكم على شرفكم اللي تتداول فيه الفضائيات العالمية والصحف العريقة وتضيق به دكاكين السوشيال ميديا، نحسدكم على 100 طفل يوميا خارج إطار الزواج، نحسدكم على تقنين زراعة وتجارة الحشيش المحرم شرعا، نحسدكم على فضايح ممثلياتكم الدبلوماسية عبر العالم، نحسدكم على حملكم المرتبة الأولى عالميا في الخيانة والنفاق حسب دراسات جامعية عالمية، وإلا نحسدكم على موالاتكم لأبناء القردة والخنازير أعداء الله وأعداء الأمة. وأكتفي هنا وأقول لكم احشموا 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 وديروا حل عماركم. احنا ماناشنا ضد الشعب المغربي، لكن ضد الأسرة العلوية، ومادام هالأسرة العلوية جاثمة على رقابكم فما راحش تشوفوا الخير والمنطقة ما راحش تستقر. والسلام عليكم ورحمة الله.